الله وبركاته. ازيك يا حبيبي، عاملين ايه؟ احنا النهارده جايين نتكلم عن منهج سنه رابعه ابتدائي. سنة رابعة ثانوي قصدك صح؟ مستر طارق شوقي أستاذ مستر أستاذ في التخريج. هتقولي لا يا مصطفى. أحمد داخل امتحان الدراسات حلو صح؟ الامتحانات جت ازاي بقى؟ كل يوم امتحانين. حلو. مش الاخر الاربع والخميس كان واحد انجليزي اللي هو الاربع، والخميس كان الماس. حرفيا الماس ده كان ماس، حرفيا كان ماس في الورقه اللي هو ايه، مش عارف الاريا تعمل ايه في ايه، وكل اصحابي بقى ايه الفصل اعملها نص كده ونص كده. انا عايز اعمل اي حاجه. لو سمحت يا مستر طارق شوقي استاذ التخريب، ارجوك يا تمشي يا يجرالك اي حاجه. انا مش عايز ادخل منهج رابعه ده وانا بالشكل ده خالص. يا عم غير يا عم، يتغير يجرى اي حاجه. انا مش عايزه. ده لو ومين عايزه؟ ده لو حطيلي مثلا بيقول لي كم نقطه في البحر الابيض المتوسط، هيحطوا عد. اجيب بقى ايه الحاجه اللي هما بيجيبوها، القطاره الصغيره دي اللي بياكلوا بيها القطط التونه بس لما بتكون سايبه. اروح جايب نقطه 1 2 4 سنين عشان انجح. شفت؟ فده يا رب يعني مستر طارق شوقي ما يعني ولا الساينس احكي له. دول بياخدوا الامعاء الغليظه اللي هي والدقيقه ومش عارف ايه. اما انا بذاكر وانا معاهم. مالي لا بجد، انا مالي مالك انا مالي اللي بيتنفس مين ومين اللي مش عارف يعمل ايه. مالك فين؟ مالك جيب. طب فانا يا شباب انا مالي، انا مالي في ده في التنفس. انا ذنبي ايه؟ انا مالي؟ انا السمكه بتتنفس بالجلد ولا بتتنفس من مخها ولا بتتنفس من اي حاجه؟ انا مالي؟ لما يكون انا السمكه بقول لك لازم تعرف السمكه بتاكل. انا مش سمكه، انا انسان مش حيوان. اتكلم عن نفسك. زيك. ماشي يا ظريف. ماشي ايه تاني؟ الدراسات بقى. احكي. الدراسات بقى انا مالي؟ انا من السواحل الفيضيه والنيليه. انا مالي؟ يعني ايه اصلا؟ اهو ده واحد مثلا من الناس اللي ما بيعرفوا اي حاجه في حياتهم، اللي هو اسمه ده احمد ميه من النيل بتطلع كده على الارض. ماشي في حاجه عادي. انا بص، انا عارف ان الميه الفيضيه دي بتعمل ايه، لكن بالظبط مش عارفه. اوكي تمام. فده بقى يا شباب ده يدل على على النجاح قوي. ده اللي هيقفل هيجيب 100 من 100. ما عندناش 100 من 100. عندنا ازرق اصفر احمر اخضر مش عارف ايه زي كده، يعني حاجات متخلفه. يعني ازرق نجاح، اصفر اصفر اللي هو ايه، متوسط يعني. مش متوسط، هو اقل من المتوسط. الاخضر هو المتوسط، اما الاحمر ده بقى والعياذ بالله انك متخلف حرفيا. فانا بقى مش عايز منهج رابعه ده يجي عليا خالص. ليه بقى كنا غايبين الفتره اللي فاتت دي؟ عشان الاستاذ الجامد اللي مفيش منه اتنين، اللي هيجيب ازرق ان شاء الله يعني. انا عايز اقول لك حاجه، الطقس والمناخ. حد يعرف عالم الفلك الطقس غدا 28 صباحا و58 مساء. انت قلت غلط. انت بتسأل عكس اصلا. الموضوع اللي هو ايه، تجريبي طبعا، اللي هو انت واخد اصعب حاجه يعني، حتى الانترناشونال انجليزي بس، يعني واقف على الانجليزي. لكن ما انا الحمد لله بقى عندي ساينس بقى وايه هيصه. انا عارف ان الحكومه بتاخد نفس حاجتنا بس بالعربي يعني هو مثلا ايه البقاء والتكيف والبقاء. انت عرفت من كلمه التكيف والبقاء دي، فهمت ايه بتتكلم عن ايه. طب adaptation and survival ولا survive؟
فهمت حاجة؟ عزيزي المشاهد، على رؤوف خليل. يعني انت فهمت حاجة دلوقتي؟ طب هني ايه كولوكيشن؟ انا اعرف كلمة ايكوال ايوه. يعني ناتج. الله ايكوال يعني ناتج. الله بس يا اسطورة. الكوتيشن ده انا لا معرفوش. الايكو او الايكولوكيشن بمعنى اصح هو صدى الصوت. صدى الصوت. صوت الفيران صح؟ لا. يعني ايه بات؟ باتمان معناها ايه؟ اوكي. ايه اسم معناها ايه؟ ترجمالي. الرجل. ايوه. الحمار. زيك صح؟ بتشبهني انت ليه بقى من نفسك؟ بصوا، الراجل الخفاش. لو حد خفاش. يجي يكسب جبهتي ما يزعلش من اللي هيجيله. مش هيحصل له حاجة. جابته هتتفجر اكتر ما هي متفجرة. يا احنا طلعنا عن مشروعنا. يلا مشروع التعليمي اللي احمد ان شاء الله هيجيب فيه ازرق ان شاء طب الله. انا عايز اقول على حاجة. شوف في حاجة كمان برضو، العربي. حبيب جوي توميس قول لي العربي سهل. مش عارف. معاك لا. في دي. طب لا خالص. طب تعرف اللقالق والطيور بمعنى اصح يعني؟ القائد دي ايوه اكل صح؟ دماغي. ايوه عزت عايز ياكل صح؟ النقائق. النقانق صح؟ هي اللقالق القالق هي نوم بتيجي في مصر كم مرة في السنة؟ واحد غلط. ما بيجيش. او الطيور بمعنى اصح بتيجي منين وبتعدي على مين وبترجع وبتيجي فين؟ بتيجي من تبدأ السنة بتصحى تتجول وترجع تاني وتدخل تاني. لا انا ذكي، محدش يقول ان انا غبي. لا انت بخليني يا اسطى. انا بتكلم على اسمه ده، ان اللقالق بتيجي من برد اوروبا لشرق اوروبا، لشرق اسيا، غرب اسيا، ومن غرب اسيا بقى تنزل تحت بقى اللي هو عند مصر بقى. فين بالظبط بقى؟ عند محمية راس محمد. محمية راس جلامبو. جلامبو لما احنا رحنا ده كان في محمية اسمها محمية ابو جلامبو. ف اسم موضوعنا يا شباب عن الاستاذ رابعة ثانوي 2011 ولا الماس بجد صعب. اللي هو ايه. فدلوقتي شباب احنا هننهي عشان احمد على ايه خلاص. بص احمد في الموضوع ده لو اتكلم تاني هقلب زومبي دلوقتي. فما تنسوش لايك اشتراك واحلى كومنت. سلام، هنشوفكم في فيديو جديد.